فيديو جديد وتجربة جديدة. وانتي لو أول مرة بتشوفيني فأنا أم هيا ودي قناتي، وأنا مش بقدم لك أسعار وبس، أنا بقدم لك نصيحة وعن تجربة. فأنا النهاردة كنت مجربة لحمة اللي هي في كازيون، فالنهاردة هنقلك تجربتي، وطبعا ليكي حسن الاختيار، وهل هي فعلا بلدي ولا لأ، وهل نشتريها وحتى لو هي مستوردة نشتريها ولا لأ. كل الأسئلة دي أنا هجاوب عليها النهاردة يا جماعة. يعني محتاجين لايك جامد جدا علشان الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من حبايبنا ويستفيد في دخول عيد الأضحى. كل سنة وانتم طيبين. فيلا اللايك والشير والسبسكرايب ونبدأ بالتفاصيل. نسيت أقول لكم إن أنا هسيب لكم عروض يوم الاثنين بكرة في آخر الفيديو. يلا نسمي ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. يا رسول الله، طبعا طلبتوا مني وأسئلة كتير جاتني على فيديو اللحمة امبارح والفترة اللي فاتت برضو الناس كتير طبعا بيسألوا، فأنا النهاردة حبيت أجاوبكم. بس لو انت منتظرة أسعار فأنا منزلة فيديو امبارح بسعر اللحمة وبأنواعها بكل حاجة، لكن الفيديو ده أنا بقدم لك فيه نصيحة عشان محدش يقول إن أنا برغي وخلاص. أنا بديكم النهاردة جاية أنقل لكم تجربتي يا جماعة، وتجربتي في اللحمة دي برأيي الخاص لو عن التجربة اللي أنا جربتها. طبعا لو حد جربها يا ريت يكتب لنا في الكومنتات برضو إيه تجربته. أنا تجربتي في اللحمة دي إن كازيون كان منزل من سنة ونص أو من سنتين لحمة اسمها الإسماعيلاوي، ولما سألت واتطقست عرفت إن دي لحمة بتيجي من إسماعيلية زي ما احنا شايفين الغلاف بتاعها كده. وطبعا لما اللحمة بعديها بسنة كده اتغير وبقى الغلاف بتاعها مكتوب عليه لحمة بلدي. بس هل هي فعلا لحمة بلدي؟ لا طبعا، دي لحمة مستوردة يا جماعة. ايا كان المكتوب عليها اسماعيلاوي او مكتوب عليها بلدي، دي لحمة مستوردة. طب لحمة مستوردة ايه؟ احنا مش عارفين، في ناس بتقول برازيلي، الله اعلم. طب تعالوا نقول لكم تجربتي فيها ان انا جبت منها اللحمة المكعبات واللحمة المفرومة. انا جبت اللحمة المفرومة وكانت مش احسن حاجة ومش اوحش حاجة، ولكن انا عن نفسي وبشكل خاص بحب اجيب اللحمة الطازة الفريش من عند الجزار، ده بيبقى افضل لي انا بكتير. اللحمة قدامي فريش، انا اللي بفرزها بنفسي، عارفة تجميدها عامل ازاي، مسحتش قبل كده، وده عشان اللي بيحصل في المجمد. انا عن نفسي رفضت ان انا اجيبها تاني علشان طبعا اللي هي مجمدة وطعمها ما كانش احسن حاجة ومش مدياني طعم اصلا. طب لما جربت اللحمة المكعبات خدت على النار يا جماعة عدت الساعتين ونص، ايوه عدت الساعتين ونص، وفي الاخر اللحمة كانت مش مستوية احسن حاجة، والطعم والشوربة مفيش خالص. ودي اللي انا عصرت بيه. طبعا لولا اختلاف الاراء لبارت السلعة، ودي مقولة دايما بقولها لكم، فلو حد جرب اللحمة دي يا ريت يقولها لنا. ونصيحة مني لو انت عايزة تجربي اللحمة المستوردة، فاللحمة المستوردة في اماكن وجزارة بتبيع لحمة مستوردة فريش، يعني مذبوحة هنا. دي شكل اللحمة يا جماعة لما جبتها وفتحتها، طبعا لونها بامبي زي ما انتوا شايفين كده. كان شكلها بالنسبة لي كويس مش وحش، وكانت ملهاش بصراحة ريحة، ما كانش ليها ريحة زفرة ولا اي حاجة خالص، كانت ريحتها يعني عادية خالص، ما فيهاش ريحة زفارة بصراحة، ولكن خدت سوا جامد وما كانش عامله اي نوع من الشوربه، ما كانش ليها اي طعم خالص. التجربه دي يا جماعه مرت عليها اكتر من سنه ونص، وانا خدت المقطع ده من الفيديوهات بتاعتي القديمه علشان طبعا انزلها لكم، علشان طبعا ارد على اسئلتكم اللي بتجيني بما اننا داخلين على عيد الاضحى. كل سنه وانتم طيبين. فرأيي الخاص لو انت عايزه تشتري اللحمه مفرومه يا جماعه انا منزله لكم عرض، وعايزه تشتري منه او من مكان تاني دي ليكي حريه الاختيار. بس اللحمه المفرومه بره بتعمل في حوالي 290، فهي يعني انا يبقى قدامي المجمد والمستورد ولا قدامي البلدي. حتى لو الجزار بيقولك دي بلدي وهي مش بلدي، فكفايه ان هي قدامك فريش، شامه ريحتها، شايفه شكلها، شايفه لونها قدامك عامله ازاي، انت اللي بتاخديها بتفرزيها. لان احنا طبعا مش بنعمل عمليه
تجميد مظبوط. فطبعا ما نضمنش اللحمة دي ساحت قبل كده ما ساحتش وجمدوها تاني، فممكن تبقى مش حلوة. فدي كانت تجربتي واللي انا حبيت انقلها لكم. بالنسبة للحمة السليمة برضو القطع، انا برضو جبت لكم نوع اللحمة ب 290 جنيه. برضو عايزة تجيبيها براحتك، مش عايزة براحتك. انا مش بشوه مكان علشان اعمل اقول لك هاتي من مكان، هاتي من المكان اللي يعجبك بالسعر اللي يعجبك، بس تكون فريش، تكون حاجة قدامك طازة، شايفاها، شم ريحتها، شايفة لونها. ما تجيبيش اللحمة اللي هي مسمرة ويكون ليها ريحة، دي بتبقى مش حلوة خالص وبتبقى مريضة، ما تجيبيهاش خالص. شوفي اللحمة قدامك عاملة ازاي، تكون فاتحة، تكون ريحتها مقبول، ريحة لحمة اللي كنا بنشمها زمان. وربنا يحسن ما بين ايديكم ويجعلكم ان شاء الله باذن الله ليكم الرزق في احلى مكان تجيبوا منه. اما بالنسبه لام هيا، فانا التجربه دي ما كانتش احسن حاجه بالنسبه لي ومش هجربها تاني، يعني ما بجيبهاش من ساعتها وعمري ما هجربها تاني طبعا، لان انا بفضل اللحمه السليمه. تمام كده. اي سؤال يا ريت تكتبي لي في الكومنتات وانا ارد عليك على طول. ودي كانت تجربتي بالنسبه للحمه. حبيت ان انا طبعا بما اني في اخواتي كتير دخلوا عندي القناه جديد، فطبعا حبيت اللي بيسال اجاوبه، لما ينفعش ان انا حد يسال حاجه وما جاوبوش. ننتظر دلوقتي عروض كازيون يوم الاثنين اللي هو بكره باذن الله 4 مايو. خليكي معايا. وطبعا بكرة الاثنين 4 مايو ونهاية الأسبوع في عروض كازيون. فكازيون نزل بعرض على رز عاصم، ورز عاصم بكرة يا جماعة هيكون عامل 32 جنيه بدل من 38 جنيه، ده بكرة فقط. كمان كازيون كان منزل عرض على سكر الأطيب لحد يوم الاثنين ب27 جنيه. كازيون نزل عليه عرض تاني بكرة الاثنين هيكون عامل 25 جنيه فقط. يعني بكرة هتاخدي سكر الأطيب من كازيون ب25 جنيه. والعرض ده حصري يا جماعة، لسه نازل من 5 دقايق، فتروحي الصبح كده وتلحقيه علشان محدش يقول ان انا ملحقتش العرض. طب هل استكفينا كده؟ لا طبعا، في عرض تاني على باهي 9 كيلو، وكان نازل عليه عرض عامل 439 جنيه، وده بدل من 460 جنيه. كازيون نزل عليه عرض بكرة هيكون عامل 415 فقط، يعني نزل بعرض على العرض. وبكرة نهاية الأسبوع، لو ما كنتش شفتي عروض الأسبوعية فادخلي كده على عروض يوم الأربع وعروض يوم الحد وهتعرفي العروض ماشية ازاي. ومش كده وبس، أنا كمان منزله لك الأسعار بجميع كل حاجة. وكمان عايزة تعرفي أسعار اللحمة، كباب الحلة، المفروم، لو انت حابة تستخدميها او انت جربتيها وعجباكي، فهتلاقيني منزله الاسعار امبارح في فيديو امبارح. وبتمنى ان الفيديو ده يكون فاتكم بكل المعلومات اللي انتوا بتتمنوها. وكمان عايزه اقول لك لو انت عجبك الفيديو ده يا ريت تكتبي لي في الكومنتات، واي حاجه عايزه تجربيها اكتبي لي تحت في الكومنتات وانا هقول لكم تجربتي عنها لو انا جربتها. حبيت طبعا افيدكم بالمعلومات وعن تجربة. وكمان عايزة اقولك ان الايام الجاية باذن الله هنروح اماكن تانية باذن الله، وهقول لكم تجربات كتيرة انا جربتها باذن الله. لو عجبكم قناة ام هيا فياريت تشتركي في القناة، لان انا مش بديكي اسعار وبس، انا بنقلك تجربة اي حاجة انا جربتها، يعني بديكي التجربة وبديكي السعر علشان طبعا ما تتغشيش في اي سلعة انت ممكن تجيبيها بأسعار في عز الغلاء ده. ربنا يحسن ما بين ايديكم ويرخص قوت الغلابة يا رب العالمين. واكتبي لي تحت في الكومنتات ايه رأيك بعد الصلاة على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. لايك وشير وسبسكرايب. بحبكم كتير في الله وبشكركم جدا على كل كومنتاتكم الجميلة. احلى واجمل اخوات في الدنيا، وكل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة يا رب العالمين. واسيبكم في رعاية الله الذي لا يضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.